زنقة الألعاب، واللي أول ما أسمع اسمها أفتكر لعبة زي ما يغرس قيم الزلومية من أخونا DMG4. مش عارف ايه العلاقة بصراحة، بس يعني حبيت أعرف. قبل ما أبدأ بس كنت عايز أسألكوا سؤال احتار فيه العلماء على مر العصور والزمان، وخالف فيه القول على إنها بطاطس أو رمان. بجد رأيكم في الصورة المصغرة اللي جامدة فشخ طحن من فوق لتحت اللي عملها لي الأسطورة حمزة ديف؟ هتلاقي قناة بتاعته في الوصف. كمل الشكر طبعا ليه. ودلوقتي جت أكتر فقرة أنا بحبها، فقرة الصياح. تعالوا بقول لكم بقى على المعاناة اللي كنت فيها خلال ال3 أيام دول. أول حاجة موضوع السين. يعيش صانع الألعاب الخشبية في قرية صغيرة، ويضع أمام دكانه لافتة كتب عليها: خذ لعبة واعطي ما تستطيع. الناس في البداية لم يفهموا، البعض أخذ لعبة وترك نقودا، ومنهم من ترك وردة، والبعض لم يترك شيئا. لكن صانع الألعاب لم يغضب، بل كان يقول دائما: الناس مثل الألعاب، كل واحد له طريقة ليعبر عن قيمته. مرت السنوات وكبر الأطفال، أحدهم أصبح طبيبا وأرسل الأدوية إلى القرية، وأخرى أصبحت مهندسة وعادت تبني جسرا جديدا. حتى الذي لم يترك شيئا عاد حاملا ابنه وقال لصانع الألعاب: خذ، ابني يريد أن يتعلم كيف يصنع لعبة مثل التي أعطيتني إياه وأنا طفل. ابتسم صانع الألعاب وقال: الآن فهمت، اللعبة التي أخذتها رجعت لي بشكل جديد. صراحة أخر من كده مش فيه. أنا أول فكرة جت في بالي الشحات، وتاني حاجة بقى النت بتاعي كان منشن. أول ما المسابقة تبدأ يروح هو فاصل حرفيا، يعني تقريبا بعدها بكام ساعة راح النت عندي قطع. وتالت حاجة ودي الأهم، إن أنا ببرمج من تليفون. حياة النبي محمد دي لا تجيب لي جلطة. وبعد فقرة السياح دي حابب أعرفكم فكرة لعبتي. أولا الفكرة عبارة عن اللاعب يظهر قدامه كارتين، واحد مخفي والتاني ظاهر، وهو بيحدد ياخد الكارت الظاهر ولا يدي للعدو، وياخد الكارت المخفي هو. النتيجة طلعت، والتسجيل ده بعد أسبوع تقريبا من ظهور النتيجة، وأنا جبت تقريبا مركز مش فاكر والله، حاجة 40 كده تقريبا. ويعني حلو يعتبر، مش وحش كأول حاجة أدخلها مسابقة يعني. في حاجات كتيرة نفسي أقولها بس مش قادر أمنتج والله، فيلا في 60 سلامة. اه صح، نسيت اشترك قبل ما تطلع.